مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من البرنامج ضيفي وضيفكم اليوم. ليست قيمة الرجال في المناصب التي شغلوها فحسب، بل في الأثر الذي يتركونه وفي الاحترام الذي تفرضه سيرتهم قبل مواقعهم. ومن بين هذه النماذج الرفيعة يبرز اسم الدكتور معتصم راشد، الخبير والمستشار الاقتصادي، كواحد من أبناء الكفاءة والخبرة الذين صنعوا مكانتهم بالاجتهاد والانضباط وحسن الأداء واتساع الرؤية. ولد راشد في القاهرة عام 1949 وتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث برز نبوغه مبكرا وكان عضوا باتحاد طلاب الجمهورية. وقد لفت هذا التميز أنظار القيادة السياسية آنذاك، فحظي برعاية الرئيس الراحل أنور السادات، واقترب من عدد من كبار رموز الدولة أمثال رفعت المحجوب، ممدوح سالم، مصطفى خليل، محمود رياض، محمد حلمي مراد، النبوي إسماعيل، وغيرهم من قامات تلك المرحلة. قدم الدكتور معتصم راشد عبر مسيرته المهنية نموذجا متكاملا لرجل الدولة والاقتصاد والإدارة، نموذجا لا يكتفي بأداء المسؤولية بل يضيف إليها من خبرته ورؤيته. فقد تنقل بين مواقع متعددة وأسهم في مهام وطنية واقتصادية مهمة، واضعا بصمته في كل موقع شغله. ولم يتوقف عطاؤه عند العمل الحكومي، بل واصل دوره عبر مواقع استشارية ومؤسسية واقتصادية بارزة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مشاركاته في مؤسسات استثمارية وصناعية، مؤكدا أن الخبرة الحقيقية لا تعرف التقاعد. كما حصل على 5 دورات من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، في دلالة واضحة على شخصية تؤمن بأن التعلم مسيرة لا تنتهي، وأن التطور هو السبيل الوحيد للاستمرار والتأثير. تحية تقدير واعتزاز للدكتور معتصم راشد على رحلة مهنية ثرية ونموذج إنساني ملهم، يثبت أن الإخلاص حين يقترن بالكفاءة يصنع أثرا لا ينسى، ويترك سيرة تستحق أن تروى وتحتفى بها. الأستاذ الدكتور معتصم راشد، الخبير الاقتصادي المرموق، أهلا بسيادتك يا فندم ضيف عزيز. أنا أولا سعيد جدا إن أنا بشوفك كويس، لأنك أنت من الزمن الجميل. الله يبارك فيك. وأنا دايما أفرق ما بين الزمن الجميل والزمن اللي مش جميل. والزمن اللي مش جميل. أنا اللي سعيد جدا بهذا اللقاء، وهذا شرف لي إن أنا أطلع في البرنامج بتاعك.